سيدنا. الكلمة الآن لسعادة النائب زياد الحواط، الحائز على وسام الاستحقاق الذهبي من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تقديراً لإنجازاته الريادية خلال توليه رئاسة بلدية جبيل، والتي أثمرت شهادة التميز لمدينة جبيل كأفضل مدينة عربية سياحية لعام 2013. كما نال وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف في عهد فخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان. سعادة النائب الأستاذ زياد الحواط، الكلمة لكم. مساء الخير فخامة الرئيس، صاحب السيادة، أبونا الزميل الكريم، الفعاليات، رئيس جامعة الألقيو، نفتخر فيك بجبال. إجمالاً استحضرتني شغلة لما دعيتني رحاب إنه أتكلم عن لما نكرم الأب سليم الدكاش. إجمالاً ببلدنا ما منكرم الناس إلا بس يتوفوا ومنفيق على إنجازاتهم بالدنيا الثانية. نحن اليوم الله يطول بعمرك أب سليم عم نكرمك وانت موجود بيناتنا، لانه فعلا انت قيمه مضافه وقيمه كثير كبيره نفتخر فيها بهذا البلد. بتكريم الاب البروفيسور سليم الدكاش اليسوعي، التكريم ثلاثي الابعاد، هو تكريم لشخصه، تكريم لانجازاته، تكريم لمؤسسه عمرها 150 سنه، هي الجامعه اليسوعيه اللي قدمت للبنان الكثير. هي خصوصاً تكريم للبنان ذاته، لبنان الآخر يلي ما بيموت، لبنان الضوء والنجاح والإبداع والعلم والعصرنة، يلي ساهمت الجامعة اليسوعية وسائر الجامعات بصناعته. بدي ضوي على مسيرة الأب دكاش بالإدارة التربوية بمدرسة الجمهور وبالجامعة اليسوعية. وهون بدي استعير قول لقداسة البابا الراحل اليسوعي، البابا فرانسيس، بيقول فيه: التعليم هو رجاء للجميع، والتعليم بيفتح باب لمستقبل أفضل. بقدر أقول إنه نظرة الأب دكاش للتعليم كانت وما زالت وسيلة لصناعة الأمل والرجاء. دوما كان الهدف عنده إنه يفتح التعليم آفاق جديدة لقدام لطلابنا وشبابنا. وبخطابه السنوي بعيد القديس يوسف بأدار الماضي بيقول الأب دكاش إنه التعليم، خصوصاً التعليم العالي، منه مجرد نقل للمعرفة رغم أهميتها، بل هو تربية على الرجاء والتحول الاجتماعي، وهو فعل تحرر وبناء لمجتمع قائم على القيم المصالحة والتضامن والعدالة. بكل مسيرته الكهنوتية والتربوية مزاح الأب دكاش عن هدف بناء هالمجتمع. عاش حياة الآباء اليسوعيين القائمة على الخدمة المتجردة من دون حدود ومن دون تمييز، بعيداً عن الأمور الدنيوية. هو كان أمين على الوزنات يلي زادت كتير خلال إدارته لمدرسة الجمهور والجامعة اليسوعية ورابطة جامعات لبنان ومؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط. بأصعب الظروف خلال الانهيار الاقتصادي والمالي وجائحة كورونا وانفجار المرفأ المدمر يلي دمر عدد كبير من مباني الجامعة، نجح الأب دكاش في الحفاظ على الجامعة يلي طلعت من هالكوارث مثل طائر الفينيك. رجعت بقوة لرسالتها التربوية والوطنية بصناعة الكفاءات اللبنانية العالية يلي خلت لبنان وطن غير شكل، شباب وصناع أوطان الآخرين بالعالم. هيدي حسرة كبيرة. نجاح الشباب اللبناني في لبنان شبه ممنوع والطاقات مستبعدة، أما نجاحهم بالخارج قصة طويلة وقصة كبيرة. بين الجبال والجامعة اليسوعية يمكن طريق واحد متكامل، هي جبال مدينة الحرف، وأنا شخصيا شو ما أحكيت عنها بكون قليل. هي حاضنة للعلم وللثقافة وللمعرفة وللوطنية وللعيش الواحد. هيدي المدينة النموذج، الرسالة اللي نحن بدنا نقتدي فيها أن تكون ذات هذه المسيرة على مساحة كل لبنان. وهيدي بتلتقي مع الجامعة اليسوعية ناشرة الحرف بلبنان والعالم. اليوم الجامعة بتحتفل بمرور 150 سنة على تأسيسها.
شفنا بشوارع بيروت حملة إعلامية عرفتنا على خريجيها الجامعة يلي صنعوا بالواقع لبنان الكبير برجالاته وشبابه. ولبنان ما منشوفه إلا كبير، وكبير بإنجازاته. لبنان ما بعمره كان كبير بالجغرافيا، كان دوما كبير بالدور المحوري اللي غيبوه عنه ونحن رح نرده انه يلعبوا. بكفاءات رجالات الجامعة اليسوعية وغيرها من جامعات لبنان، رجالات الوطنيين من سياسة ودين وعلم وطب وهندسة وأدب وحقوق، يعني بكل المجالات. من القلب شكرا للأب دكاش، شكرا للجامعة القديس يوسف على كل المجد والتفوق، وإلكم منا كل الحب والاحترام والتقدير. بالعيد 150 لتأسيس الجامعة اخترتوا شعار للمناسبة: جذورنا مستقبلنا. هيدا أمل جديد لمسيرة متواصلة نذكر من أبطالها الأب دكرييه، الأب سليم عبو، الأب روني شامسي، وصولا إلى البروفيسور الأب سليم الدكاش. بهالمسيرة صارت الجامعة اليسوعية أكثر من مؤسسة للتعليم العالي، صارت صورة مصغرة عن لبنان الحلمي يلي ما بيموت، مصنع لصناعة مستقبل أفضل للشباب. المهم وهيدا دورنا إنه المصنع يكون بشكل أساسي للبنان، إنه نستثمر هذه الطاقات اللي عم تتخرج من جامعاتنا. وشهدت جامعات لبنان خلال 100 سنة الماضية إنه هي أفضل جامعات بالمنطقة، إنه نقدر نأمن فرص عمل لهالطاقات لهالشباب اللي فعلا نجحوا وأبدعوا واللي ساهموا ببناء كثير من بلدان العالم. ليه ما بنستفيد من هذه الخبرات ومنساهم بإعادة بناء هذا الوطن المجروح، هذا الوطن اللي غيبوا له شبابه عن إدارته واستبدلوهم بطاقات غير كفؤة، وشفنا النتيجة: دمار كامل شامل في كافة الإدارات والمؤسسات. ما رح طول كتير، بس بدي أقول إنه لبنان عم بيقطع بمرحلة انتقالية مع بداية عهد جديد. كلنا أمل مع فخامة الرئيس جوزيف عون إنه ينتقل لبنان إلى دولة نفتخر فيها كلنا، مثل ما بنفتخر بمؤسساتنا الخاصة وجامعاتنا وشبابنا وطاقاتنا. نرجع نصير نفتخر بدولتنا ومؤسساتها، نرجع نعيد الثقة بين اللبنانيين والدولة اللبنانية ومؤسساتها، نرجع نعيد ثقة العالم العربي والعالم أجمع بالدولة اللبنانية وبمؤسساتها. هيدي مسيرة كتير صعبة، وهيدا بدها عمل كتير كبير. بدءا منا، ما عم ننقل المشكلة لغيرنا، بدءا منا من مجلس النواب علينا دور كتير كبير لإعادة الثقة بهيدي المؤسسة الأم، مؤسسة التشريع داخل البلد، ترجع تكون صورة حضارية متطورة حديثة. ننتقل إلى السلطة التنفيذية والدور الأكبر، لأنه عليها تنفذ القوانين اللي بتطلع من مجلس النواب، وهون دور الأكبر. إنه في كتير قوانين، أنا بالحقيقة بكلمتين لما جيت على المجلس سنة 2018 كتير من القوانين سألت عنها وإنه كيف ممكن نطورها، طلعت فعلا متطورة جدا، إنما عندنا مشكل بتنفيذ هذه القوانين. وبالتالي علينا دور أساسي وعلى الحكومة دور أساسي تطبق كتير من هذه القوانين وتطبقها كلها بالأحرى فنرجع نعيد البلد على السك الصحيح. أخيرا، اليوم في فرصة كبيرة ممنوع تضيع، وإذا ضاعت الحق مش على حدا، حق علينا. بدنا نكون على قد المسؤولية لنرجع نرد لبنان بلد اللي بنفتخر فيه. حياة سريعة وما بتنطر، واللبناني نطر كتير. صار الوقت لنروح لقدام بقلب كبير بقرارات جريئة. شكرا.